تحيي أمر أهل البيت؟ معاني الإحياء، يعني الآن صور الإحياء لأمر أهل البيت كثيرة متنوعة. مثلا عندما تدرس وتتعلم وتكون مبدعا ومتألقا في دراستك، فأنت ممن يحيي أمر أهل البيت، خصوصا إذا كانت هاي الأشياء في مجال علوم أهل البيت، خصوصا إذا كانت في علوم أهل البيت، يعني تتعلم حديث أهل البيت وتأخذ من معين أهل البيت. تعلم القرآن الكريم أيضا من موارد إحياء أمر أهل البيت، لأنهم هم أهل البيت عليهم السلام قالوا: كل ما عندنا. منين أهل البيت معارفكم يا أهل البيت؟ من أين جئتم بمعارفكم؟ قالوا: جئنا بها من كتاب الله. كل ما عندنا منين؟ من كتاب الله، لأن ما عند الإنسان ينفد، وما عند الله شنو؟ باق. ولو كان القرآن الكريم شو يقول؟ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. كلمات الله عز وجل أبدا لا تنتهي. ما عندنا يخلص يروح، أما ما عند الله باق. وهذا هو الحقيقة التي يجب أن نذعن بها. عند ذلك يجب علينا أن نتحرك. حتى أهل البيت يقولون: كل ما عندنا أنما جئنا به منين؟ من كتاب الله. فعندما المؤمن يتعلم كتاب الله قراءة، أو يحاول أن يتمعن ولو قليلا ويحاول أن يتدارس القرآن، هاي من صور الإحياء. ولذلك هنا نعكس الكلام، هو نفس التواصل مع القرآن هو إحدى علامات الهداية. يعني تقول أنا حتى أكون من المهتدين عليك أن تلازم القرآن.